مساء الخير عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي الفيديو عايزه اقول لكم كلمتين. وفر اسمنتك، وفر رملك، وفر حديدك. ده كله اللي عشان بسببه تعمل كوبري. اتمنى ان انت توفره، انت اولى بالفلوس دي لسبب بسيط. محمد شحاته زملكاوي لمده 5 سنين مش 4 سنين. الحقيقه لما مجلس اداره نادي الزمالك عرض على محمد شحاته انه العقد ما يكونش 4 سنين ويكون 5 سنين، محمد شحاته ما ترددش لمده ثانيه واحده انه هو يوافق على مطالب نادي الزمالك، وما فكرش في الرقم وما فكرش في المده. هو فكر انه هو بيحقق امنيته، الا وهو ان هو زملكاوي وعايز يفضل مع نادي الزمالك. اتعرضت عروض كتير الفتره اللي فاتت دي على محمد شحاته، ولكن كلها قوبلت بالرفض، لان ببساطه محمد شحاته راجل وما يقبلش على نفسه ان هو يطلع كوبري ويروح في حته اخرى. وما دام ادى كلمه لجماهير نادي الزمالك ونادي الزمالك فهو هينفذها. اذا لم تعلم ما هو معنى الرجوله فبص على محمد شحاته. وعشان كده بنقول لك وفر رملك ووفر اسمنتك. محمد شحاته زملكاوي بنسبه 100% لمده 5 سنوات. العقود اتكتبت وكل حاجه جهزت والفلوس راحت الجيش، وشكرا ليكم. نشوفكم مع لاعب اخر. خلينا نبتدي الفيديو ونشوف ايه عندنا المصايب النهارده. طيب السؤال الاكثر تداولا، هل الزمالك هيلعب ماتش سيراميكا ولا لا، او ايه اللي هيحصل بعد كده؟ طيب خليني اقول لك بس الاجابه جايه من السؤال، بمعنى انه نادي الزمالك قال انا عايز المطالب دي تتنفذ بعد اذنك 1 2 3 4. المطالب دي ما اتنفذتش، ما لعبش نادي الزمالك ماتش الاهلي. طيب هل معنى كده انه نادي الزمالك هيلعب ماتش سيراميكا في حين ان لسه المطالب ما اتحققتش؟ لا، باي عقل وباي منطق ان انا ما العبش ماتش الاهلي عشان مطالبي ما اتحققتش في حين ان انا هروح العب الماتش اللي بعده وبرده لسه مطالبي ما اتحققتش؟ فالبعض هيقول لك ايه، ما يمكن بيفوت للاهلي، ما بيعمل كده علشان خاطر الاهلي، اصل هو خايف من الاهلي. يا حبيبي خايف من الاهلي ايه؟ انت بس الاعلاميين بيروجوا لك كلام وحضرتك بتسمع والكلام جاي على هواك فبتصدقه. انت عايز تقنع نفسك ان انت معانا في الصوره. بطل تلزيق، احنا في حر مش ناقصين تلزيق. الموضوع لا يمت ليك بصله، انت بره الموضوع اطلاقا. ما تحشرش نفسك في وسطينا وانت اساسا مش معني بالموضوع، بمعنى ان انا مش بعمل كده عشانك. ما تديش لنفسك مكان عندي وهو مش موجود. انا هعمل كده عشانك، انا لسه كسباك 2 حبيبي، انا لسه كسباك 2. ده احنا يوم ما قلنا لك انه في بيان هيطلع على قناه الزمالك، حسين لبيب راح مشغل لك ماتش الزمالك والاهلي اللي كسبناك فيه 2-1. انا لسه كسباك 2-1، ولو كنت ناسي افكرك باي منطق اكون خايفه منك. ده عبد المنعم بتاعك اللي بتتباهى بيه، ده عبد المنعم هو اللي عامل الاسيست في الجول الثاني. ده متيابه اللي 2 سم كان مجري علي معلول ومخليه ياكل النجيله. لو انت ناسي، حسين لبيب لسه مفكرك اول امبارح لما عرض لك البيان على قناه الزمالك وفي الاخر سوحك وراح عرض البيان على قناه الشمس عشان يخليك تستمتع بالماتش وتعرف كويس قوي ان نادي الزمالك ما بيخافش منك يروح قلبي. فاوعى تدي لنفسك مكانه مش حقيقيه. انت بره الموضوع، انت مجرد نادي كان مفروض الدور عليه معايا بمنطق الترزي وليس بمنطق العقل. فانا كان المفروض اقابلك، مطالبي ما اتحققتش مش هلاعبك، مطالبي ما اتحققتش مش هلعب مع اللي بعدك لحد ما طالبي تتحقق، غير كده بلح. فاوعى تدي لنفسك مكانه مش حقيقيه. الله يخليك. في 2019 حصل نفس الموضوع اللي حصل في 24، ولكن باختلاف الانديه. اذا عندنا اختلاف انديه واختلاف توقيت، بمعنى 2019 الاهلي نفس القصه، حصل نفس الموضوع اللي حصل مع نادي الزمالك في 2024. تناول نفس الحدثين دول في 2024 و2019 نفس الاعلامي الا وهو الاستاذ احمد شوبير. ولكن خلينا نشوف ايه التناقض اللي حصل ما بين الاثنين مع انهم كانوا نفس الحاله. 2019 الكابتن احمد شوبير تناول الموضوع ده وقال لك ايه؟ قال لك الخطيب راح زار الوزير راح زار كابتن الخطيب في البيت بتاعه وتخلل الموضوع ده غداء. المره الجايه بقول لهم اتغدوا ايه، لان ركز بقى في اللي جاي. الاهلي يطالب بالعداله وهذا حقه. تعالى بقى نشوف في 2024 كابتن شوبير اللي تناول نفس الموضوع مع اختلاف السنين وباختلاف الانديه مع نادي الزمالك طلع قال لك ايه؟ قال ايه؟ ارجو من رابطه الانديه تقلوا ايديكم، ال 50,000 تبقى 500، لا تبقى مليون. 2019 قال لك ايه على جماهير الاهلي؟ قال لك في حاله من الغضب الكبير قوي لجماهير نادي الاهلي والسوشيال ميديا ليها دور كبير لازم نحترمه. في 2024 تناول نفس الموضوع مع جماهير نادي الزمالك بس مع الاختلاف طبعا عشان انتباهه. قال لك ايه؟ قال لك انه حصل انفجار سوشيالي ميدياوي، ويا كابتن حسين لبيب لو عملت لهم كده يمين مش هيعجبهم، لو عملت لهم شمال مش هيعجبهم. قصه جحا والحمار. اذا في 2019 احترم جماهير
النادي الاهلي واحترم السوشيال ميديا واكد ان هي ليها دور كبير، ولكن في 2024 مع اختلاف الجماهير ان هم جماهير زملكاويه والسوشيال ميديا زملكاويه، طلع شبهنا وشبه اعتراضنا او اتفاقنا مع قرار مجلس اداره نادي الزمالك بقصه جحا والحمار. فاحب اقول لاحمد شوبير، جحا والحمار دي تبقى تتكلم عليها وانت رايح تجيب خروف لعيد الاضحى من سوق المعيز. جحا والحمار دي تبقى تتكلم عليها واحنا قاعدين بنلعب المزرعه السعيده. جحا والحمار نبقى نتكلم عليها واحنا قاعدين على المصاطب بالليل واحنا بندردش كده واحنا بنطلع من الحر بنهرب منه بنقعد على المصطبه، مش واحنا قاعدين على قناه اون تايم سبورت واحنا متقمصين دور الاعلامي الرياضي اللي بيتكلم على نادي كبير بحجم نادي الزمالك وبيتكلم على جماهير نادي الزمالك قال هي الاكثر شعبيه داخل مصر وخارجها. لما نيجي نتكلم على نادي الزمالك بجماهيره نتكلم عليه باحترام، مش نشبه تأييده لقرار المجلس او رفضه لقرار المجلس بقصه جحا والحمار. وعليه بنطالب مجلس إدارة نادي الزمالك باتخاذ كافة الإجراءات المتاحة والقانونية تجاه هذا الأحمد شوبير، تجاه هذا الشخص المتقمص دور الإعلامي، ولكن في باطنه بيحط لنا السم في معلسل، في باطنه بيقوم الجماهير وبيخلي الجماهير عندها احتقان تجاه بعضها، في باطنه دايما لما بنقول الدنيا بتهدى بيطلع لنا هذا الشوبير ويولعها. ما هي استفادة أحمد شوبير؟ لا أعلم الحقيقة، ولكن بطالب مجلس إدارة نادي الزمالك وهفضل أقولها مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومش همل لحد ما يكونش ليها صوت خالص. بنطالب مجلس إدارة نادي الزمالك باتخاذ كافة الإجراءات القانونيه تجاه هذا الشوبير. نيجي بقى لاخر جزء. بعض رؤساء الانديه طلعوا مع نفس هذا الشوبير امبارح وكل واحد فيهم حكى الجزء المتضرر منه من هذه المنظومه، ولكن سؤالي هنا بقى، هل هنفضل ان احنا نتكلم على الفضائيات وهنكتفي بهذا القدر، ولا هنقول كفايه كده زي ما الزمالك قال وهنجتمع مع الزمالك وكلنا نبقى ايد واحده وننزل تصريح او بيان بمتطلباتنا بكل حاجه عاوزينها بالضرر اللي واقع علينا ونقول كفايه ضرر بقى، كفايه لحد هنا وناخد خطوه جديه. اتمنى من رؤساء الانديه الاخرى ان هم ما يكتفوش بالتصاريح اللي بتطلع على القنوات الفضائيه او بتطلع على السوشيال ميديا ويتجمعوا كلهم ويبقوا ايد واحده، ونعتبر واللي انا متاكده منه ان الزمالك هيبقى هو بدايه الشعله لتغيير هذه المنظومه الرياضيه بالكامل واتجاهها على المسار الصحيح. اتمنى من رؤساء الانديه ان هم يتحدوا مع نادي الزمالك وكلهم يجتمعوا وينزلوا بيان موحد باللي انتوا شايفينه بالضرر اللي وقع عليكم بمتطلباتكم. كل نادي يكتب بيان، كل نادي يقول انا طلباتي 1 2 3، حطوا الفكره اللي انتوا عايزينها ولكن ما نحطهاش انفرادي كل نادي لوحده، لا من رايي وكل واحد شايف الصح فين ويعمله، ولكن من رايي انه كله يجتمع مع نادي الزمالك ويتعمل بيان موحد، سواء بقى هتصعدوا الموضوع وهتشتكوا، سواء هتكتبوا طلبات ومحتاجين ان الطلبات دي تتوافق عليها، سواء هتقولوا لهم مش هنعمل كذا لما تعملوا لنا كذا، ولكن الاتحاد قوه. فانا بطالب رؤساء الانديه دول ان هم ما يكتفوش بالظهور على الفضائيات، ولكن نبدا بقى ناخد خطوه فعليه مع بعض وليس منفردين. شكرا جدا، اشوفكم في الفيديو الجاي.